اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنىكم كلكم تكونوا بصحه جيده. اليوم غنشارك معكم تقليه. اول ما نبداو نطيبوا فيها ضروري انا دائما كنسلقها ماشي كنسلقها بحال كنغسلها في الماء طايب فوق العافيه. المره الاولى والثانيه والثالثه حتى داك الماء حتى كيصفى عاد كنبدا نطيب فيها. متيشه صغيره، القزبر انا درت غير القزبر، ما درتش معدنوس. شويه القزبر والثومه مطحونين مدقوقين، شويه التحميره اكثر من القزبر والبزار والخرقوم والسكينجبير وشويه الكمون والزيتون. عندي غير كلاماطا والحامض مسير، وهذا غنديروه في الاخير زواق. هنا غندير شويه زيت العود، نخلي غير هاد المطيشه غير تقلى شويه ونعمر عليها الماء، تقلى غير شويه نبغيها تذوب. على الريحه. زدت عليها دابا الماء طايب، حامض مسير. دابا نقصت من العافيه ونزيد شويه ديال مطيشات الحك، ونقصت من العافيه وخليتها طيب على المهل. غادي ندير شويه ديال الزيتون، نص بحال دابا نص، ونص الاخر نخليه حتى الاخر. غادي نحطو كنبغي نسيت الفلفله حاره، الهريسه غندير فيها شويه ديال الهريسه، بنه غير البنه، ما ديرش عليا ماشي الهريسه. اسمي سودانيه الله يستر. كطيب دابا بشويه عليها بحال كطيب في الطاجين، ونتسناوها تطيب على خاطرها. والوقت بين ما يطيب الطاجين مشيت عجنت خبيزات، درت فيهم شويه الفورس وشويه القمح وقرصتهم في النخاله، جاو زوينين. ودابا بعد ما قربات طيب، باقي شي 5 دقائق بين ما يشرب هذا الماء اللي فيها، زدنا دوك الزويتينات الاخرين اللي بقاو، نتسناوها دابا تشرب ونحطوها صافي. المهم طابت، خاصها غير تشرب شويه من هذا البلول اللي فيها وصافي. Now for the final touch غادي نديرو شويه ديال القزبر معدنوس في الاخير، بحال الشكل ديال الحريره باش كيعطي ديك البنه. غندير فيها انا في الاخير، غندير فيها شويه ديال القزبر معدنوس.
دابا هادي عاد بحال كتعطيها البنه في الاخير. نسي دابا صافي سالات صافي، ودابا صافي ها هي نشفات، بقى غير الزيت، بقات معلكه دابا صافي. صافي وها هي التقليه ديالنا كيفاش خرجات معلكه وبنينه مع خبيزات ديال القمح. ايوا كنتمنى الفيديو ديالي اليوم عجبكم، ما تنساوناش من شير لايك اند سبسكرايب. ثانك يو.